هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. تعالوا النهارده نتكلم عن شاين بودي ميلك. عايزه اقول لكم ان البرودكت ده من احلى الحاجات اللي استخدمتها، لان من مميزاته ان الجلد بيمتصه بسرعه جدا، كمان مش بيسيب اي ملمس لزج او دهني على البشره، وما فيهوش اي عطور او كحول. كمان هو خالي من البارابين وسعره كويس جدا ومناسب لكل انواع البشره. بالنسبه لعيوب البرودكت، هو ما فيهوش اي عيوب خالص غير للناس اللي بتحب البودي لوشن يكون فيه عطر، فده ما فيهوش اي عطور خالص. بس دي حاجه ليها حل، انك ممكن مثلا تحطي مسك، يا اما اللي بيكون مكعب وتبشريه جوه العبوه، او تجيبي من المسك الابيض بيكون سائل وتفضي منه شويه على العبوه، وبس كده ريحته هتكون خطيره وثابته جدا. او ممكن تجيبي اي زيت عطري انت بتفضليه وتحطي منه برضو على العبوه. مكونات المنتج بقى وتركيبته مميزه جدا. هو فيه هيلورونيك، وخلاص كلنا عارفين فوائد الهيلورونيك للبشره وقد ايه هو بيفرق في الترطيب. كمان في نياسيناميد، وده برضو بيرطب البشره وبيحميها من الجفاف وبيقلل من احمرار او التهاب البشره، وكمان بيساعد على التقليل من التصبغات. كمان اللوشن فيه بانسينول وفيه زبده الشيا وزيت بذور العنب، وده موجود علشان ينعم البشره ويساعد كمان في توحيد لونها. كمان فيه فيتامين اي، وده مضاد اكسده قوي جدا. وكمان فيه سيراميد، وده بيعمل زي طبقه على الجلد بتحبس الترطيب في البشره. بشكل عام اللوشن حلو قوي وسعره كويس مقابل حجمه وتركيبته. هحط لكم السعر على الشاشه. طريقه استخدام البادي لوشن بشكل عام بيكون بعد الشاور. بالنسبه ليا انا هكرره تاني او لا؟ فايوه انا هكرره تاني لان هو فعلا عجبني جدا، بس لما ايفا يخلص. ولو هقارن بين ايفا وشان، فلا يا جماعه، شان بالنسبه لي افضل بكتير. وانا كلمتكم بشكل سريع عن ايفا، الفيديو هيطلع لكم من الاي. بس كده، بتمنى ما كنتش طولت عليكم. لو اي حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو ده مع صحابكم، وتشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. وبس كده، باي باي.